سلسلة الاف من سامسونج هي من أقل سلاسل سامسونج من حيث الشهرة والانتشار، وده بالرغم من إنها بتقدم في السلسلة دي تليفونات بمواصفات ممتازة جدا مع سعر مناسب قوي. وعلشان كده فاحنا في فيديو النهارده هنتعرف على أحدث إصدارات سامسونج في السلسلة دي، سلسلة الاف، وهو الجالاكسي اف 54 واللي بيصنف من ضمن تليفونات الفئة المتوسطة، وهنتعرف على كل مواصفاته وكل مميزاته وعيوبه. بس يا ريت في الأول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أنا محمود طمان، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. الموبايل بيجي بنفس التصميم بتاع تليفونات سلسلة الام والاي من سامسونج للسنة دي، مفيش أي اختلاف خالص، لا من حيث الشكل ولا من خامات التصنيع. فالتليفون بيجي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البوليكربونات، وده كعادة كل تليفونات سامسونج. وجودة تقفيل وتصنيع الموبايل كويسة وممتازة جدا. أبعاد التليفون وسمكه ووزنه كبيرة شوية، وده علشان حجم الشاشة الكبير والبطارية الضخمة بتوع التليفون، ولكنك مش هتلاقي أي صعوبة خالص في استخدامك للموبايل وهتتعود عليه بسرعة. فتصميم الموبايل بصفة عامة مفهوش حاجة جديدة، ولكنه في المجمل تصميم عصري وهيعجبك، وانا ماليش عليه اي تعليق سلبي. الشاشه هي من اقوى واهم المميزات اللي موجوده في الموبايل. فالتليفون بيجي بشاشه بالتصميم الجديد اللي بثقب او بانش هول، والثقب ده حجمه صغير جدا وبيجي في نص الشاشه من فوق، والشاشه مساحتها كبيره 6.7 بوصه، وده بيخلي الموبايل اقرب لفئه الفابلت، وهي من نوع سوبر اموليد بلس، ودي طبعا نوعيه اكتر من ممتازه. والشاشه بتيجي بدقه فول اتش دي بلس، بحيث ان كثافه البكسلات في الشاشه 2400 في 1080 بكسل، وده هيدينا 393 بكسل لكل بوصه في الشاشه، ودي كثافه ممتازه جدا بالنسبه لحجم الشاشه الكبير ده. الشاشه جايبه ابعاد عرض كبيره 20:9، وبتستحوذ على 85% من حجم الواجهه بتاع التليفون كله. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الشاشه، فطبعا غني عن التعريف الاداء الممتاز والاكثر من رائع للشاشات السوبر اموليد بتاعه سامسونج. وسامسونج دايما مميزه بالشاشات المحترمه جدا بتاعتها. فالشاشه دي هتقدم لك اداء ممتاز من حيث درجه الحده والتشبع والسطوع بتوع الالوان اللي بيظهروا عليها. هتحس كده ان الشاشه دي شاشه بلوريه، وكل حاجه بتظهر عليها هتحس انها بتبرق كده من جمالها وحلاوتها. فدرجه الحده والتشبع والسطوع بتوع الالوان ممتازين، والكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا على الشاشه دي بيكونوا واضحين ومتشافين بشكل كويس جدا. وبرضه من المميزات المحترمه في الشاشه دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 120 هرتز، واللي بالتالي هتخلي اي حاجه تشتغل معاك على الشاشه بتاع الموبايل سواء فيديوهات او جيمز تشتغل بشكل سلس وسموز وانسيابي جدا. ودرجه سطوعها محترمه، فانت مش هيقابلك اي مشكله خالص وانت بتستخدم الشاشه دي تحت اشعه الشمس المباشره. وبرضه حواف واطراف الشاشه حجمهم صغير، اي نعم هما مش اصغر حاجه ولكنهم برضه صغيرين. فالشاشه الكبيره دي مع جودتها ونوعيتها الممتازين دول هتقدم لك اداء هايل جدا في عرض اي محتوى عليها من اي نوع، وهي طبعا من افضل الشاشات اللي موجوده في الفئه السعريه دي كلها. التليفون بيجي بمعالج من انتاج سامسونج نفسها، وهو الاكزينوس 1380، وده نفس المعالج اللي موجود في الجالاكسي اي 54 والجالاكسي ام 54، واللي مراجعتهم موجوده هنا على القناه، ممكن تبقوا تبصوا عليها من الاي اللي فوق دي، واللي طبعا داعم لشبكات الجيل الخامس. فالمعالج ده معالج اوكتا كور 8 النواه، وبيجي بتردد لغايه 2.4 جيجا هرتز بدقه تصنيع 5 نانومتر، مع معالج رسومي وهو المالي جي 68. التليفون بيجي بنسخه واحده بسعه تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 8 جيجا رام، وطبعا دي ساعات كافيه جدا لاستخدامك وهتقضي الغرض معاك. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الموبايل، فبصراحه التليفون هيقدم لك اداء كويس جدا، وده في كل المهام والاستخدامات. يعني في المهام اليوميه المعتاده زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي كلها، التليفون هيشتغل معاك بشكل ممتاز، مش هيقابلك اي تهنيج او لاج في التليفون. وبرضه اداء التليفون في المالتي تاسكينج او المهام المتعدده هيكون اداء كويس جدا، وهتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل بينهم بشكل سلس وسريع. وبرضه التليفون هيقدر يحتفظ بالتطبيقات دي لمده طويله في الخلفيه من غير ما يقفلهم، وده علشان الساعه الكبيره بتاع الرامات. بالنسبه بقى لاداء التليفون ده في الجيمز، فانت هتقدر تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك اي مشكله خالص في التليفون. وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي، فهي هتشتغل معاك بشكل كويس جدا حتى لو انت بتلعب الجيمز دي على اعلى اعدادات جرافيك. ولكن بصراحه وللامانه يعني انصحك انك تلعب الجيمز دي على اعدادات جرافيك متوسطه علشان تاخد احسن اداء من الموبايل. فنقدر نقول ان الاف 54 من سامسونج هو تليفون متوازن في ادائه، هيقدم لك اداء متزن ما بين الاستخدامات اليوميه والجيمز. اما بقى بالنسبه للكاميرات، فهي زيها زي الشاشه بالظبط، من اقوى وافضل المميزات اللي موجوده في التليفون. فالموبايل جاي بكاميرا خلفيه ثلاثيه، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.8، واللي بتدعم مثبت بصر OIS، واللي وجوده بقى طبيعي واساسي في معظم تليفونات الفئه المتوسطه. اما بقى الكاميرا الثانيه فهي كاميرا الترا وايد، واللي بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.2. والكاميرا الثالثه والاخيره فهي كاميرا ماكرو، وبتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4.
والثلاث كاميرات دول ملحقين بفلاش LED من قطعة واحدة. فرقم ال 108 ميجا بكسل بتاع الكاميرا الأساسية ده بنشوفه في كاميرات تليفونات كتير، ولكن في موبايل من سامسونج بيكون الوضع مختلف تماما طبعا، مش مجرد رقم كده وخلاص. فالكاميرا دي بصراحة هتقدم لك أداء أكتر من ممتاز، هتقدر إنك تاخد بيها صور ممتازة وهتعجبك جدا، وده من حيث درجة الحدة والتشبع والسطوع بتوع الألوان اللي بيظهروا في الصور. هتحس كده إن الصور منورة وهتنطق من جمالها وحلاوتها. الالوان مظبوطه، مفيش لون داخل على التاني، وكمان كميه التفاصيل اللي بتظهر في الصور كتيره ودقيقه، ولو عندك خبره بسيطه كده في التصوير هتقدر بالكاميرا دي انك تطلع صور احترافيه. وفي الاضاءه الضعيفه او الليليه فالجوده بتاع الصور برده ما بتقلش خالص، وكميه النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها بيكونوا اقل ما يمكن، والصور بتكون ممتازه وجودتها هتعجبك جدا. وهتقدر باستخدام الكاميرا الالترا وايد انك تاخد صور واسعه باكبر مساحه ممكنه، واللي ادائها في ضوء النهار بيكون اداء كويس جدا وهيعجبك، وجودتها بتكون كويسه ومناسبه. اي نعم في الاضاءه الضعيفه او الليليه الجوده بتاع الصور دي بتقل شويه، وكميه النويز والتشويش اللي بتظهر فيها بتكون متشافه يعني وواضحه، ولكن هو ده المعتاد والطبيعي في معظم الكاميرات الالترا وايد في كل التليفونات. وهتقدر باستخدام الكاميرا الماكرو انك تاخد صور قريبه بكميه تفاصيل كتير، وادائها شبه معظم الكاميرات الماكرو اللي موجوده في معظم التليفونات اللي في الفئات السعريه المختلفه. وبرضه من المميزات المحترمه جدا اللي موجوده في الموبايل ده انه بيصور فيديوهات بجوده 4K بدقه 2160 بكسل ب 30 فريم في الثانيه، وبرضه بجوده فول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانيه. والمثبت البصري OIS اللي موجود في الكاميرا دي هيساعدك انك تاخد صور ثابته مش مهزوزه، وطبعا ده بيعلي جدا من جوده الفيديوهات اللي انت بتصورها بالموبايل. الموبايل بيجي بكاميرا اماميه وحيده، واللي نقدر نقول عليها باختصار انها كاميرا سيلفي جباره، فهي بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.0، واللي هتقدر باستخدام الكاميرا دي انك تاخد صور سيلفي هتعجبك جدا لاقصى درجه، جودتها ممتازه سواء بالليل او بالنهار، وهتقدر انك تاخد بيها صور سيلفي هتعجبك جدا في اي مناسبه، وهي تعتبر من اقوى الكاميرات السيلفي اللي موجوده في اي تليفون في الفئه السعريه دي. وبرضه من المميزات المحترمه جدا في الكاميرا دي انها بتدعم تصوير فيديوهات بجوده 4K. واستكمالا برضه للمميزات والايجابيات المحترمه جدا اللي موجوده في الموبايل هي البطاريه، فالتليفون بيجي ببطاريه بسعه جباره 6000 ملي امبير، واللي بالتالي هتكفي معاك يومين تقريبا من الاستخدام لو انت بتستخدم التليفون بشكل متوسط. ولكن للاسف بقى العيب الازلي في اجهزه سامسونج كلها بصفه عامه هي قدره الشحن بتاعتها، فالتليفون بيجي بقدره شحن 25 واط، واللي طبعا ما نقدرش نعتبره بمقاييس دلوقتي خالص انه شحن سريع، خصوصا مع البطاريه الكبيره اللي موجوده في التليفون ده. فانت علشان تشحن التليفون بتاعك من 0 ل 100% هتاخد حوالي ساعتين و10 دقائق تقريبا، وده يعتبر رقم كبير نسبيا بصراحه بالنسبه للارقام اللي بنسمعها دلوقتي، وده هيكون من خلال منفذ USB Type-C. الموبايل بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 13 مع احدث واجهه مستخدم من سامسونج، وهي ال One UI فيرجن 5.1، واللي بصراحه تعتبر افضل واحسن واجهه مستخدم ممكن تلاقيها في اي جهاز اندرويد. فهي واجهه مستقره جدا مفيش فيها اي بجز او مشاكل، وادائها سلس وانسيابي جدا على التليفون، وكمان فيها مميزات كتير جدا هتعجبك زي وضع المجلد الامن، وكمان بتدعم وضع الدارك مود، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو 7، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الخامس ال 5G. وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكره خارجي مايكرو SD كارد، وده حتى 2 تيرا، ولكن في الحاله دي هتضطر تستغنى عن الشريحه الثانيه. التليفون بيجي بمستشعر بصمه واللي مدمج في المكان العملي جدا في زر الباور، والمستشعر ده اداؤه ممتاز جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه ولاج الفيس ID، واللي بتشتغل بشكل كويس جدا من حيث دقتها او سرعتها. التليفون للاسف ما بيجيش بسماعات ستيريو، ودي حاجه انا شايفها سلبيه في التليفون، فالموبايل بيجي بسماعه وحيده مونو على اليمين واللي صوتها متوسط من حيث العلو او النقاء بتاعها. التليفون للاسف يعتبر فقير شويه في المستشعرات، فهو بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله، والGPS اللي في الجهاز ده كويس من حيث الدقه والسرعه بتاعته. وكمان التليفون بيدعم تركيب وصلات الOTG، وموجود فيه مستشعر NFC الاتصال قريب المدى. ولكن بقى للاسف التليفون ما فيهوش راديو FM ولا مستشعر IR، وغير مقاوم للمواد الغبار، وبيجي باخر اصدار بلوتوث 5.3. التليفون بيجي بلونين، فضي وازرق اقرب للكحلي، وعلبه التليفون بيجي فيها سلك توصيل USB Type-C، وده بزرج الشريحه والضمان وكتاب التعليمات بس. بيجي للاسف من غير راس الشاحن ولا سماعات ولا جراب، ودي حاجه برضو مش عجباني في التليفون بصراحه، لان التليفون سعره مش رخيص، فسعر البيع بتاع الموبايل $365. اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. نقدر نقول على الجالاكسي F54 ان سامسونج جابت ال M54 وال A54 وضربتهم في الخلاط كده وطلعت الجالاكسي F54. فالجهاز ده خد افضل المميزات اللي موجوده في الجهازين وبنفس السعر تقريبا او اعلى بحاجات بسيطه،
فلو انت عاوز موبايل في الفئة المتوسطة بشاشة ممتازة ومعالج محترم مع كاميرات هايلة وبطارية جبارة، يعني باختصار موبايل كامل من مجاميع وكمان من شركة جبارة وعملاق كبير زي سامسونج، فالتليفون ده بصراحة لازم تفكر فيه بشدة. وطبعا حابب اشوف ارائكم وانطباعكم على التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهاية الحلقة بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهاية، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده أول مرة تشوفني فيا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تكون أول واحد يشوف الحلقات الجديدة، واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.